بدأ مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي بالتخطيط لمعسكر شهر نوفمبر المقبل، الذي ستتخلله مباراتان ضد الصومال ثم موزمبيق يوم 16 و20 من الشهر نفسه، ضمن أول جولتين من تصفيات كأس العالم 2026. وفي هذا الإطار أشار مصدر في الجهاز الفني للمنتخب الجزائر تشير إلى أن المدرب جمال بلماضي قرر إعطاء فرصة أخيرة ل4 أسماء في هذا المعسكر قبل الفصل في القائمة النهائية التي ستخوض نهائيات أفريقيا المقررة مطلع العام المقبل في ساحل العاج. ووفقا للمعلومات نفسها، يتعلق الأمر بلاعب نيس الفرنسي هشام بوداوي الذي لا يحظى كثيرا بثقة جمال بلماضي، وخروجه المؤقت من حسابات المدرب الجزائري أمس قريبا جدا، خصوصا مع العودة المرتقبة لنجم ليل الفرنسي نبيل بن طالب بعد شفائه الكامل من الإصابة. كذلك ينطبق الحال على لاعب فريق شارلوروا البلجيكي آدم زرقان الذي لم يقنع المتابعين رغم الفرص الكثيرة التي حصل عليها، مما سيجعل مصيره في تشكيلة منتخب الجزائر مهددا، وهذا مع إمكانية استنجاد بالماضي بخدمات لاعب خط وسط فريق أنجي الفرنسي حماد عبدالله. وتبقى مكانة الثنائي أحمد توبة وهيثم لوصيف المحترفين في ليتشي الإيطالي وإيفردون السويسري على التوالي مهددة كذلك في حضور نهائيات كأس أفريقيا المقبلة، إذ يتجه بالماضي للاستقرار على الثنائي ريان أيتنوري وياسر العروسي للعب في مركز الظهير الأيسر ضمن تركيبة منتخب الخضر.